من وقت ما النت دخل مصر والوطن العربي وظهرت حاجات جديده زي السوشيال ميديا والجيمز، لكن انا بفكر خطر على بالي فكره، الناس عملوا ايه وطوروا ايه اول ما النت ده ظهر؟ والحقيقه ان يا ريتني ما دورت، لقيت مواقع قديمه جدا تحت مسمى المنتديات، فدي حاجه بتخليك تقدر تتواصل مع ناس سواء تعرفهم او ما تعرفهمش، بس في موضوع بسيط لازم تاخد بالك منه، وهو انك هتتفضح في كل مكان، وعلشان ما تتخضش فما كانش في حاجه اسمها برايفت، يعني كلامك كله هيكون باين جدا لاي حد، والان الدولي مش ناوي يستر النهارده، فانا قررت اشوف كل المواضيع اللي كانوا بيتكلموا فيها زمان، بس قابلتني مشكله زباله وما اقدرش اقول عليها بسيطه، فعشان تفهم المواقع دي قديمه جدا والدومين بتاعها يعتبر بقى قديم او مش موجود اصلا، يعني بالبلدي كده في منهم اللي اتقفل واللي ما بقاش موجود، فانا حاولت على قد ما اقدر ادور والحمد لله ما لقيتش، فاستعنت بصاحبي القديم جدا علشان يلحقني باي حاجه، والفكره الجلديه دي ما تبصش مني، وفعلا اعطاني كذا موقع وكفايه رغي لحد كده. اختصار خفيف كده شرح الموقع كان عباره عن كذا قسم. عندنا مثلا هنا القسم الاسلامي فيه المنتدى الاسلامي، يعني فيه حاجات اسلاميه، والقسم العام فيه المناقشات والحوارات ويعني كمان مواضيع. انا بني ادم بطبيعتي ما بعرفش اشرح، فوانا بحاول اهبط اي حاجه علشان تفهموا، نسيت المنهج المتراكم عندي بقاله 7 شهور، ففي شخصيه بارزه شافتني قاعد اصيع واتدخلت وقتها، فكل قسم كان المفروض يعني الكلب انت اخرتك تخش كلية البهايم تمسح عيز. عندنا قسم الادبي والقسم الترفيهي والحياه مع العفاريت وقسم الصور. في اول الموقع كنت تايه جدا ومش عارف اشرح حاجه لاني ما كنتش فاهم اصلا، بس اثناء ما انا بدور اكتشفت حاجه فشيخه، ويعني اقسام كتيره جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ تامر يا حسني يا بتاع يا نبيبه. الصور دي تنفع ميمز بجد؟ ايه ده؟ تخيلوا الصور دي كانت مرفوعه وهما فعلا شكلهم كان كده. يا نهار ابيض، تامر حسني كان شكله عامل كده ليه؟ وهنا طبعا محمد هنيدي تقريبا الفيلم ده وقتها كان لسه جديد في السينما، كانوا تقريبا بيرفعوا صور، والصور دي كانت قديمه جدا يعني شايفين. فاكرين انتوا كلكم الانتي فيروس ده بتاع زمان؟ عارف انت لما تبعت صوره لصاحبك عن طريق الانستا او الواتساب او حاجه زي كده، فهم برضو كانوا بيعملوا كده بس عن طريق المنتديات، اللي هو انا ابعت لك الصوره دي في قسم كذا. يعني هنشوف كلنا الكلام ده دلوقتي. فعندنا مثلا القسم العام المناقشات والحوارات، فهنخش كده على القسم ده هنلاقي بقى عندنا كذا موضوع كانوا بيتكلموا فيه، كانوا بيتكلموا استغل وقتك لرحيل انواعنا كده نتيجه واحده ما اعرفش ايه. مثلا السؤال ده مثلا سؤال لكل شخص في المنتدى، السؤال ده تقريبا كان من 2011، يعني حرفيا بقاله اكتر من 15 سنه تقريبا. كاتب الموضوع البنت دي كانت هي اللي رافعه الموضوع تقريبا. دلوقتي طبعا ما ينفعش ابين صور حد شخصيه حتى لو قديمه، وده لسببين، اول سبب احترام الخصوصيه وده طبعا كلام ما فيهوش هزار، اما تاني سبب علشان ما نفشخش بعض في المحاكم، فبالتالي اركب انا قطر 6 الا تلت. الرسالة اللي هي كانت نشرها كانت بتقول سؤال لكل شخص في المنتدى ويجاوب عليه، وهو كان في واحد قاعد مع صحابه سألهم هو ايه اصعب شيء في الحياة. الاول قال الموت اصعب شيء، والتاني قال الحب من طرف واحد، والتالت قال انك تنجرح من حبيبتك، والرابع قال انك تعيش وحداني، والخامس قال ان الدنيا تبعدك عن الناس اللي بتحبهم. طب زي شفتوا هو ده الموضوع، يعني حرفيا حاجه ملهاش علاقه خالص خالص. تعال نخش على قسم تاني زي الحياه مع العفاريت ده، في موضوع اسمه الشباب والبنات، نخش عليه كده. بحث ومعلومات عن شباب الايمو سبب مغازله سبب مغازله الرجال للنساء. يلا يا ابن يا ريت الكل يدخل شباب وبنات. طب نخش على الموضوع ده كده، انا الفضول هيموت. فيل ان لاف، انا طالب في اخر سنه في الحقوق وفي واحده معجب بيها وبحبها ومحتار اكلمها ازاي، رغم اني عمري ما كلمت واحده في حياتي ومعرفش كتير عن البنات وانا في حيره. فعلا انا محتار اروح اكلمها ازاي رغم اني عارف عنها كل حاجه، وفي نفسي اروح اتقدم ليها الاول في الجامعه واقول لها اني معجب بيها وعايز اتجوزها، بس خايف من رد فعلها انه يكون غير طبيعي. 5 minutes later. امول عفريت شغال رد عليه وقال له انا هقول لك حاجه، انت روح اطلب منها انك عايز تسالها على حاجه، وعرفها انك عايز تتقدم ليها، واسالها لو ما عندهاش مانع، وهي لو موافقه هتعرف باباها، بس ما تصرحش بحبك ليها وهنا بقى انا خلصت وخلاص زهقت لان الموضوع كانت تافهه جدا، وهخش على الموقع التاني، لكن لقيت خازوق معرفش ظهر ازاي، لكن ظهر ولبسته. طيب يا شباب، في مصيبه، انا وانا بصور الموقع التالت اكتشفت ان انا مش بصور اصلا، يعني حرفيا بقالي تلت ساعه بصور، وبرنامج التسجيل قال لي خد، فهعيد تاني واشوف موقع غيره، عشان بصراحه موقع حتى ما كانش كويس وكان موقع زفت. طيب يا شباب، الموقع ده اسمه منتدى شباب العرب تقريبا او منتدى العرب مش فاكر، وهو نفس الموقع اللي فات بس للسوريين. الامام علي. وصدقوني ده اللي لقيته علشان حرفيا طلع عيني لحد ما الاقي حاجات قديمه زي دي، نفس فكره الموقع اللي فات بالظبط، وانا مش قادر اشرح بصراحه عشان عندي برد. عندنا في قسم الترحيب اول حاجه ترحيب حار، الموضوع زي ما انتم شايفين من 2009، يعني تقريبا اقدم من الموقع اللي فات سنتين، فاخش ولقيت نفهم حاجه من اللهجه.
اهلا وسهلا بالاخ العزيز ايجل. وعشان تكونوا فاهمين هو بيرحب بواحد اسمه ايجل. شرفت منتدانا المتواضع ونرجو ان تستمتع وتستفيد وتفيد ونرجو الترحيب فيه هنا. يعني بالمصري كده بيقول لك سلموا عليه. واحد اسمه ذا جنرال قال له اهلا بك يا اخي نورت المنتدى. انا حاسس ان الناس زمان كانت محترمه جدا. ده ايجل المفروض كانوا بيرحبوا بيه. قال من كتر ما نار هالترحيب شلفط وحاطط البتاع ده وقال اعتز بجميع المعجبين. انا مش فاهم حاجه. واحد كاتب اسمه اوسا جين قال له جيب لك كاسه مي حبيبي كلنا معجبين يا حبيبي. انا مش فاهم حاجه. تخش على موضوع تاني بيرحبوا فيه برضه اسمه احلى ارحب باحلى عضو. ده واحد اسمه عمر اس كي قال له اهلا بيك اخوي الصامت عضو جديد معانا والله نورت المنتدى ان شاء الله تكون من الاعضاء المميزين. قال له الصامت هلا فيك اخوي المنتدى منور بوجودك طال عمرك وان شاء الله اكون عضو ننساني تربك وان شاء الله اكون عضو خفيف عليكم. هنا بيرحبوا بالاعضاء الجدد يعني بيرحبوا بالناس الجديده. احلى ترحيب ساخر للعضو الكينج الرائع حبيبنا عمر لا اكتر من رائع واحب اهني بالتسجيل في منتدانا المتواضع. حسيت الناس زمان كل ما فخمت في الاسم كل ما يبين قد ايه انا محترمك. يعني علشان ابين لك اني بحترمك جدا تقريبا كان لازم اكتب سطرين تطبيل. ترحيب حار مرة أخرى وتحياتي لمن زين حياتي. عمر اس كي قال شكرا على الترحيب الرائع من الجنرال حبيبي والله أنت اللي زينت حياتي وشكرا مرة. يعني هم زمان حرفيا كانوا متواضعين جدا ومحترمين جدا. ده نفس قسم الصور اللي شفناه في الموقع اللي فات بس صور مختلفة كلها عبارة عن فونات بس مفيش أكتر ولا أقل من كده. وأنا بقلب لقيت صورة خطفتني وما كانش ينفع أعديها بصراحة إلا ما أتكلم عليها. هو في المستقبل النقالة. متخيلين إن هم كانوا بيحسبوا إن التليفونات دي المفروض إن إحنا كنا بنستخدمها دلوقتي؟ ده شوتجن معلق عليها شلون ولا في الاحلام. ده مش كيبورد ده تليفون. اغرب لابتوب على الاطلاق. ذا جنرال كتب ما ابغى اطول عليكم اترككم مع الصور. ودي صوره تانية بس من بعيد شويه. يعني تخيل حد يشتغل على اللابتوب قدامك هتكون عارف ان هو قاعد يراقبك بس ما يكونش عندك دليل. في ركن واحد تحت اسمه قسم المواضيع المكرره والمحذوفه. استفسار الكعبه وما فيها من اسرار اشهر العاب البلاي ستيشن 2 موقع سيء. لقد كفر ابن المتواجدون الان في 7 موجودين دلوقتي. يعني انا مش لوحدي. طب ما حلو ده. اتفاجئت ان في ناس غيري بتشوف الموقع. حرفيا نفس احساس لما تكون ماشي لوحدك في مكان مقطوع وتكون خايف لا يطلع عليك واحد يقلبك بس تشوف بني ادم ماشي معاك وتطمن انك لو اتقلبت مش هتتقلب لوحدك. انا عايز اسجل في الموقع وهنا قررت اسجل دخول في الموقع واشوف هل فيه ناس لسه موجوده ولا لا. يمكن حد يرد عليا او حد يرحب بيا واحس بايجو شويه. 2000 years later. حاولت اعمل حساب وقال لي تم تكوين حسابك لكن هذا المنتدى يتطلب تشغيل حسابك من طرف المدير. يعني لازم استنى لحد ما حد يوافق عليا وده مش هيحصل اصلا. بس عموما كنت ناوي اسيب بصمتي. وفي حد هيقول لي ليه كنت عايز تسيب بصمتك؟ هو في حد بيخش على المنتديات دي اصلا؟ والحقيقه ان عندي نظريه غريبه شويه بس مقنعه. دلوقتي في حاجات قديمه يعتبر ما بقتش موجوده بس بقت ترند دلوقتي وفي ناس كمان بقت بتستخدمها زي مثلا جي تي اي سان اندرياس. اللعبه كانت من 2004 يعني حرفيا اقدم من المنتديات دي بكتير. ولما انقرضت فتره والناس تقريبا نسيتها انتشر ليها صور كتير جدا والناس بتستخدمها في الميمز. او مثلا عندك توم وجيري فيه صور كتير جدا ليه ميمز مع ان تقريبا الكرتون عدى عليه 50 سنه بس برضه كان منقرض وفتره ورجع. ولو ركزت في الحلقه هتلاقي ان معظم الايموجي اللي كانوا بيستخدموها زمان انتشرت دلوقتي وتقريبا استخدمت شويه منهم في حلقه النهارده. فليه لا؟ يمكن المنتديات دي تبقى ترند في المستقبل والناس تستخدمها ويشوفوا الكومنت وما يعرفوش اصلا ده بتاع ايه. وفي النهايه دي وجهه نظر ملهاش 60 لازمه بس كنت لازم اقولها. واشوفك على خير.